نبدأ بالعين. العين وش؟ هذه العين آية من آيات الله، جعل الله فيها أنهار وفيها عيون داخلها وفيها مياه وهي صايرة مثل ما تشوف. عندما يبكي الواحد إما أن يبكي حزنا أو يبكي فرحا أو يبكي تعجبا، خوفا، حزنا أو خوفا أو فرحا، ثلاث. فإذا بكى خوفا العين لها الدمع له طعم، فرحا له طعم، حزنا له طعم، مكرا هي الرابعة له طعم يميز. إذن في 4 أطعم للدمع و4 أحوال: دمع بارد ودمع حار ودمع متقطع ودمع متواصل، وهذا كله من هذه العين. وهذه العين فيها سواد وبياض، بياضها يرمز الحزن، بيضت عيناه من الحزن. إذا فرح الإنسان بردت عينه، ومنه سميت قرة العين. القرة البرد، القر والحر. قرة عين لي يعني لما نشوفه أفرح وتبرد عيني، عرفت؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا. الدمع يكون بارد يكون حار، يكون مالح ويكون غير مالح، هذه أحواله. هذا كله في هذه العين. طيب تعال نتخطى العين. العين إذا شققتها تجد فيها خطوط كثيرة، كل خط من الخطوط في داخل العين موجه للون من الألوان، شكل من الأشكال. فالعين التي ترسم الأشكال وتميز الألوان، هذا كله بخلايا داخل العين خلقها الله عز وجل، خلق خلايا عصبية مرتبطة بالدماغ. كل هذا عشان تميز اللون وتميز الشكل، وتعرف أن هذا وجه فلان وهذا شكل فلان. العين لها بصمة، العين فيها كاميرا تصور كل شيء. ولكن أي ميت مات إذا جيته الأدلة الجنائية وشرحوا العين وجدوا تفاصيل أحداث الموت كلها، لأن الموت العين تبصر كل شيء حتى الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت فأغمضوا عينيه فإن الروح يتبعها البصر. يعرف بها كيف مات. عندما يشخص بصره آخر شيء تلقطه العين، آخر شخص تلقطه فيتصور ويثبت مثل صورة الكاميرا، فتجد في عيني فلان ابن فلان، والله فلان بنت فلان. وهكذا بصمة اليد. اليد كل إنسان أصابعه فيها بصمة، البصمة تتغير كل 10 سنوات. كل 10 سنوات يلبسك الله من جديد، كل 10 سنوات يموت الإنسان ويحيا وهو لا يشعر. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نسوي بنانه، نسوي بصمته، تكون بصمة واحدة للجميع لكنها لا تتساوى، كل واحد له بصمته. بصمتي غير بصمتك غير بصمته. بعد 10 سنوات تختلف، ولكن يجدد الجواز وتجدد هذه الأشياء بعد كل 10 سنوات لاختلاف البصمة. وأي إنسان بعد 10 سنوات اختلفت بصمته. هذه قراءة في الجلد على رؤوس الأصابع لا يعلمها إلا الله. العين لها بصمة، اليد لها بصمة، الصوت لها بصمة، كل شيء له بصمة، الوجه له بصمة. بعض الجوالات الآن ببصمة الوجه تفتح. هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى.